بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل قطايف رمضان بحشوة البلح بطريقة اقتصادية وجميلة. يا ريت كده في بداية الفيديو تصلوا على النبي كده وتذكروا الله. حطوا لايك للفيديو واعملوا مشاركة للفيديو وقولوا لنا رأيكم في الوصفة الحلوة. اعملوا اشتراك في القناة ودوسوا كلمة الكل عشان أي وصفة جديدة توصل لكم يا حبايب قلبي. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. معانا هنا المقادير يا حبايب قلبي، ما كل حاجة بالمقادير تبقى مظبوطة معانا. معانا كوباية ونص من اللي هي المج الكبير من الدقيق، تمام. عليهم 3 معالق من النشا. كوباية ونص من الدقيق عليهم 3 معالق نشا، عليهم حبة ملح صغيرة، رشة ملح كده، الملح سنة، تمام. النشا هنا يا حبايبي بيساعد على القرمشة، بيخلي القطايف تاخد الشربات بتاعها وما تاخدش اكتر من الشربات اللي هتشربه، وتبقى مقرمشه معانا وزي الفل. رشه ملح صغيره خالص، بصوا على طرف المعلقه. وهنحط كمان كيس من الخميره، يعني كوبايه ونص من الدقيق، 3 معالق من النشا، رشه ملح، وكيس خميره بحاله يا حبايبي. صلوا على رسول الله واذكروا الله. والميه هنا الميه تكون دافيه، كيس خميره والميه تكون دافيه. هنحط ميه قدين؟ انا هقول لكم هنحط ميه قدين. احنا هنا حطينا مج ميه، المج بتاع الشاي اللي انتوا عارفينه طبعا. ميه دافيه، ما تكونش سخنه عشان ما تبطلش مفعول الخميره. ميه دافيه. وهنا حطينا ايه؟ حوالي كوبايتين ميه. لو احتاجنا هقول لكم قوام العجينه هيبقى عامل ازاي. حطينا يا حبيب قلبي هنا بسم الله ما شاء الله 3 كوبايات من الميه. المج اللي هو بتاع الشاي العادي، اللي هو بتاعكم المعتاد، اللي هو بتشربوا فيه الشاي المعتاد، تمام. والعجينه تكون طريه قوي ولا زي عجينه يعني اتقل من عجينه الكنافه بشويه، تمام. دي اقتصاديه. الكيلو بره يا حبايب قلبي الكيلو ب50 جنيه، احنا هنا ما دخلناش في 15 جنيه تكلفة القطايف العسل اللي احنا عملناها دي. 15 جنيه بس. شوفوا الفرق قد ايه من 15 جنيه ل50 جنيه. وعملنا كمية كبيرة وطبق كبير بسم الله ما شاء الله يكفي عيلة كاملة. بسم الله ما شاء الله. قوام العجينة يا حبايب قلبي لا يكون سائل قوي ولا يكون جامد قوي. القوام بتاعها زي ما انتم شايفين كده، هتشوفوه معايا. وبعد كده ما تخمر، الخميرة كانت فارت بسرعة، يعني مش قعدت كتير، بتاع ربع ساعة وسويتها بالكبشه كده. وفي صينيه تيفال، لازم يكون حاجه تيفال يا حبايبي. ونصب كده بالكبشه القطايف في قلب الصينيه التيفال، مش هتلزق. الشربات انا كنت عملته فيديو معاكم. الشربات كوبايه ونص سكر، كوبايه ميه، عصره ليمونه، والكيسين الفانيليا. بصوا بقى عامله ازاي بسم الله ما شاء الله. يعني فيها خروم كده، شايفين الخروم والفتحات اللي فيها دي من الخميره. دي بقى بتخلينا، لو اقربها على الكاميرا بصوا، بتخلي القطايف بعد ما تتحشي بالبلح او اي حشوه تانية تشرب الشربات بتاعها، وما تاخدش شربات كتير، وتبقى حلوه معانا وجميله كده زي ما انتم شايفين. احنا بنصب بقى كده في قلب الصينيه بكبشه، ممكن ازازه، اي حاجه عندكم هتستعملوها زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. الوصفه والله العظيم اقتصاديه وجميله، مش مكلفه، ما كلفتنيش، ما يخشش في 20 جنيه ولا 15 جنيه بكبيره. بصوا كده، زي بره واحسن من بره وانضف من بره، وحاجه انتوا ضامنينها. دي حاجة احنا ضامنينها نعملها في البيت جميلة. بصوا عملت كمية كبيرة ازاي، وطرية وجميلة، وبصوا وخمرانة. واهم حاجة ان هي فيها الخروم دي، الفتحات اللي فيها دي بتخليها تشرب الشربات بتاعها. دي حشوة البلح النهاردة. ده البلح الناشف يا حبايبي. انا غسلته وحطيت فيه شوية ربع كوباية ميه حسب كمية البلح اللي انت عايزاها، وعلى النار في طاسة او في اي حاجة لحد ما يستطرى معانا البلح. حاجة بسيطة، ده البلح الناشف اللي احنا بنبله للفطار. حابين تحشوها بجوز الهند والزبيب والمكسرات مفيش مشكلة، بس أنا النهاردة بعملها بالبلح. حاجة كده جميلة جدا يا جماعة. بالبلح حلو قوي، وطاقة كده، وحلوة وتشبع وجميلة. هو البلح معروف بالطاقة، حاجة كده حلوة وحديد، وحاجة بسم الله ما شاء الله. يا ريت كده تصلوا على النبي. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لنا اشتراك بالقناة، فعلوا جرس الإشعارات علشان كل وصفة جديدة توصل لكم. حبايبي واخواتي في الله، انا بحبكم تكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي رأيكم في الوصفات اللي انا بعملها. وكل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين وبخير. احنا بنحشي بقى بحشوة البلح هنا، بس صراحة ربنا حشوة البلح احسن من اي حشوة تانية. لو الجوز هند ولا مكسرات جميلة جدا يا جماعة، وطلعت مقرمشة. النشا اللي انا حطيته في قلب العجينة خلى القطايف معايا مقرمشة وجميلة زي العسل والله العظيم. يعني وعمل طبق كبير معايا، يعني بسم الله ما شاء الله. لو احنا هنشتري الحاجة دي من بره نشتريها غالية جدا. احنا نعمل في البيت اقتصادية وجميلة، مش مكلفة.
صلوا على رسول الله واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاة على الحبيب مكسب وطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. يا ريت تدعوا لأمواتنا بالرحمة والمغفرة. ادعوا لأبويا بالرحمة والمغفرة. اللهم ارحم أبويا وموتى المسلمين. اللهم أسكنهم فسيح جناتك يا رب. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين يا رب. زي ما انتم شايفين كده انا بحشي بحشوة البلح، وبعد كده هنحمره في زيت نضيف حلو كده، زي تطلع كده بصوا زي العسل كده معانا على الشربات على طول. انتوا شايفين الحله دي انا عامله فيها الشربات. زي ما قلت لكم نحطوا الكوبايه ونص سكر، كوبايه ميه، حسب الكميه اللي هتعملوها. 10 دقائق بس على النار او 7 دقائق. تمام، من غير لا عسل جلوكوز ولا اي تكلفه ولا اي حاجه خالص. بصوا بقى عمل كميه كبيره معانا ازاي، ومقرمشه وجميله. بسم الله ما شاء الله، والله تحفه. يعني لو عجبكم الفيديو كده ما تنسونيش في اللايك، عشان اللايك اللي بيرفع الفيديو. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. بصوا كده انا هفتح واحدة تشوفوها. البلح وحشوة البلح جواها بصوا عامل ازاي. طلعت زي العسل والله. والله جميلة بسم الله ما شاء الله. اقتصادية وجميلة، وما نشتريش حاجة من بره. يعني تعملوا كل حاجة في البيت، ما تشتروش اي حاجة من بره. حاجة كده اقتصادية وحاجة كده بسم الله ما شاء الله. من الاخر فاخر ونظيفة وضامنينها. يعني اللهم صل على النبي. يا ريت تحطوا لايك كده لحد هنا توصلتوا، وحطوا لايك كده للفيديو، عشان اللايك اللي بيرفع الفيديو. اكتبوا لي في الكومنتات قولوا لي رايكم ايه، وتتابعوني من انهي بلد. انتوا اكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتتابعوني من انهي بلد. انا بحبكم تكتبوا لي في الكومنتات يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين وبخير، صحه وسلامه يا رب، وستر وفضل من الله. يا رب رمضان يقبل كل حاجه منا فيه يا رب، وسامحنا وتقبل منا يا رب. يا رب تقبل منا كل شيء يا رب. يا رب منا ومنكم ان شاء الله. ويا رب ما يسيبنا رمضان كده إلا لما يكون مغفور لينا، وكل مريض ربنا شفيه، ويرحم موتانا يا رب بحق جاه النبي محمد اشفي كل مريض يا رب. زي ما انتم شايفين حشوة البلح فيها جميلة. بسم الله ما شاء الله. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا حطوا لايك يا حبايبي، اللايك بيرفع الفيديو. اسيبكم بقى في رعاية الله، من كل فيديو وفيديو بتوحشوني. حبايبي واخواتي في الله، انا بحبكم في الله. كل سنة وانتم طيبين وبخير، ويا رب يجعل رمضان سعيد عليكم وعلى أمة محمد. يا رب دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.